السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنصور الكنترول جوه المعمل وازاي نشتغله عملي. احنا كنا شرحناه نظري بالتفصيل، هنشوف بقى جوه المعمل ازاي بنشتغله. بس الاول لازم تكونوا عارفين ان احنا الكنترول بنعمله عشان نشيك على الشغل بتاعنا. بمعنى انت هتسمع بعض الناس يقولك انت تاخد الستاندر تدخله كعينه، لو طلعت النتيجه معاك مظبوطه وقري نفس القرايه يبقى الشغل بتاعك صح. الكلام ده احنا خلاص بقى يعني قتل بحثا وقلنا الكلام ده غلط بما فيه الكفايه. طب احنا عاوزين نتاكد شغلنا صح ولا غلط، هنعمل ايه؟ قال لك هتعمل حاجه اسمها كنترول، ومن الكنترول هتبدا تاخد النتائج بتاعتك وبعدين تدخلها على برنامج كده معين وتطلع التشارت بتاعك وتشوف المشكله عندك فين. لازم تكونوا عارفين ان مشكله التحاليل او الاخطاء اللي هتظهر عندك حاجه من اتنين، يا اما راندوم ايرور يا اما سيستماتيك ايرور. يعني خطا عشوائي بيحصل كده بالصدفه او خطا ثابت معاك. جميل، ودوت احنا بنعرفه من الكنترول عندنا. قلنا ان الكنترول عندنا انواع، في نوع طبيعي وفي نوع هاي او لو. جميل، احنا النهارده هنشتغل على النورمال الكنترول النورمال بتاعنا وعلى الكنترول الهاي. فهنركز مع بعض كده من الاول خالص وهنبدا مع بعض واحده واحده. دي الكنترولات اللي احنا هنشتغل عليها. جميل، في نوعين من الكنترولات. الكنترول يا اما بيجي باودر يا اما بيجي سوليوشن. احنا الكنترول اللي معانا هيكون باودر. هنقوم نحل الكنترول وهتعرفوا ازاي بنحله، وبعد كده هنقسم الكنترول بتاعنا زي ما شرحنا، وبعد كده هنبدا نشتغل منه. لان في ناس حصل عندها كونفيوجن كده، انا دلوقتي جبت الكنترول وحليته، هل الكنترول ده هشتغل منه التست واحد ولا لكل التحاليل؟ قلنا لهم لا، انت هتاخد الكنترول ده تشتغل منه للاو تي والبي تي والالبيومين اليوريك اسيد اليوريا الكريات، لكل الشغل من الكنترول الواحد. فهنركز مع بعض كده ويلا بينا ندخل على شغل العمل. تعالوا بقى نبص كده هنحضر ازاي. انت هتلاقي مكتوب الطريقه بتاعتك اللي انت هتحط 5 مللي من الديستال ووتر على البودره اللي موجوده وهتسيبها شويه، وبعد كده هنقسم الابندورف عندنا لخمسه ابندورف، كل ابندورف هياخد 1 مللي. فاحنا الكنترول اللي هو الغير طبيعي هنكتب عليه حرف البي، والكنترول الطبيعي هنكتب عليه حرف الان. جميل، وهنحط ال5 مللي كل ابندورف فيها 1 مللي، وبعد كده هناخد اوبندورف واحده نشتغل منها والباقي هنحطه في الفريزر عشان نيجي تاني يوم نشتغل منه. فيلا بينا نشوف هنحل الكنترول ازاي. دي الديستال ووتر عندنا، تمام، وده اول كنترول معانا النورمال. هنفتحه اهو، تمام، وهناخد 5 مللي. ادي 1 2 3 4 5. في نقطة مهمة جدا هنا لازم تكونوا عارفينها، اوعى تمسك الكنترول وتوجه كده، ده غلط. انت بعد ما سبت ال5 مللي حطيت المية ال5 مللي عندك على البودر، هتسيب الكنترول مع نفسه كده شوية، تقفله كده وتيجي سايبه مع نفسه شوية. جميل، وبعد كده هنشوف هنعمل فيه ايه. يلا نحل تاني معانا. ادي 1 2 3 4 5. طيب نركز بقى مع بعض كده. في نقطة مهمة لازم تكون عارفها، لما تيجي تشتغل كنترول فانت هتطبق حاجة اسمها الكواليتي كنترول. فبعد اذنك ما تخترعش، يعني لازم تتبع البامفلت. لو قال لك 5 دقايق في التست يبقى 5 دقايق، 10 دقايق 10 دقايق. لو قال لك 1 مللي على 10 مايكرون يبقى 1 مللي على 10 مايكرون. لو قال لك 2 مللي يبقى 2 مللي. ما تنصصش وما تزودش وما تحطش التاتش بتاعك نهائي وانت بتشتغل الكواليتي كنترول. دلوقتي الكنترول بتاعنا بقى سوليوشن، خلاص اتحول من باودر لسوليوشن. هنفصله في 5 ابندورف. احنا كتبنا على الابندورف رقم 1 وعليها حرف الان، ده معناه ان الكنترول بتاعنا نورمال. وهنبدا ايه نفصله عندنا. فركزوا بقى معايا كده واحده واحده. اول حاجه اهو، ادي 1 مللي من ايه من الكنترول، هنحطه في رقم 1. جميل، ونبدا نقفله. خلاص كده دي اول انبوبه، وهنبدا نملأ ال5 ابندورف عندنا وبعدين نبدا نشتغل زي ما هنشوف. دلوقتي احنا خلاص حضرنا المحلول اللي هنشتغل منه، فهناخد واحده من النورمال، تمام، وواحده من الباثولوجيكال. نركز بقى مع بعض. احنا دلوقتي حضرنا كل الايه الكيتس اللي احنا هنشتغل بيها.
تمام. الكوليسترول واليوريك اسيد والترايجليسرايد والكريات واليوريا والاو تي والبي تي وكل الكلام ده. هنبدا نشتغل زي ما هتشوفوا، بس في نقطه مهمه. الورقه دي بتيجي مع الكنترول. جميل. الورقه دي فيها 3 حاجات، فيها التارجت وفيها اللو وفيها الهاي وفيها اليونت، واليونت دي مهمه جدا. تمام. اليونت انت بتشتغل بالملي جرام بالديسيليتر ولا الجرام بالديسيليتر ولا ايا كانت اليونت بتاعتك. انت هتشتغل التحليل زيك زي اي تحليل عادي بتشتغله، وهتبدا تشوف النتيجه اللي طالعه معاك. لو طالعه اقل من 4 يبقى هي اقل من اقل نسبه موجوده عندك، فالشغل بتاعنا مش مظبوط. لو طلع اعلى من 6 الشغل مش مظبوط. لو طالعه في التارجت عندك يبقى انت الشغل بتاعك سليم. وكل ما قربت من التارجت كل ما كان الشغل بتاعك سليم. المعلومه دي سمعتوها مني وهتسمعوها كتير جدا من الناس، بس المعلومه دي مش اكيورسي قوي. المعلومه دي بيبقى فيها حته كده هنبقى نشرحها مع بعض. مش معنى ان احنا كل ما قربنا من التارجت كل ما الشغل بتاعنا سليم، بس نركز مع بعض ويلا بينا بقى نطبق عملي ونشوف النتائج هتبقى عامله ازاي. طيب احنا دلوقتي اشتغلنا، النتيجه بتاعت الكنترول طلعت مش مظبوطه. كده عندي حاجه من اتنين. الاحتمال الاول ان يكون الكنترول او الابندورف اللي انا حضرت فيه مشكله، فيه كونتامينيشن، فهلغي الكنترول دوت وهجيب كنترول تاني من اللي انا حضرته من الثلاجه وابدا اشتغل من اول وجديد. ممكن تكون الابندورف مش نظيفه، اي حاجه حاصله. الاحتمال التاني ان شغلي يبقى غلط. يبقى انت في كده سيكونس هنمشي عليه. اول حاجه هتشتغل بالكنترول، النتيجه بتاعتك مش مظبوطه، هتغير الابندورف وتجيب ابندورف جديده، طلعت برضه مش مظبوطه، يبقى انا المشكله عندي فين؟ عندي بقى في الايجنت او في المايكروبيبيت او في الجهاز بتاعنا. طب لو طلعت النتيجه مظبوطه يبقى المشكله كانت في الابندورف اللي انا حضرته، فهتخلص منه واشتغل بابندورف جديد. جميل. احنا دلوقتي هنبدا نطبق مع بعض. هنشتغل الشغل العادي جدا، بدل ما هنستخدم السيروم هنستخدم الكنترول ونبدا نشوف النتائج، وبعد كده هنقارنها بالبامفلت او الورقه اللي جايه مع الكنترول بتاعنا. فيلا بينا نبدا مع بعض. لازم طبعا نكون متاكدين ان برمجه الكيتس اللي احنا هنشتغل بيها سواء يوريا او كريات او او تي او بي تي تكون متبرمجه صح. بعد كده هنبدا ندخل على الجهاز عندنا. هنبدا اول حاجه معانا وهو الكرياتينين. تمام. هنا الكريات عندنا هيقول لك دخل ديستلد ووتر، فاحنا هندخل ديستلد ووتر. طبعا انتوا هتلاقوا في ناس تيجي تقول لك النهارده احنا هنعمل كواليتي كنترول، فنجيب الليفه والصابونه ونغسل الجهاز ونظبط المايكرو بايبيت وكل حاجه. لا، انا عاوزك انت تيجي تشتغل شغلك العادي عشان نعرف المشكله فين. انت لازم تطلع المشكله، فالمشكله مش هتطلع وانت مظبط لي جهازك وقاعد مطلع عينه غسيل والكلام ده كله. فاشتغل الشغل العادي بتاعك. هنشتغل الكنترول ازاي؟ هنيجي يقول لك التست هتعمل له بلانك وستاندر وسامبل، او التست هتعمل له ستاندر وسامبل، او التست هتدخله تيوب واحده زي الكالوريمتريك والكاينيتيك، وده شرحناه بالتفصيل. هنبدا مع بعض نشتغل الكرياتينين على الجهاز ونشوف النتائج عندنا. اول حاجه احنا حضرنا الوركينج سوليوشن بتاعنا، هناخده 100 مايكرون من الستاندر زي ما مكتوب في البامفلت عندنا، وطبعا هنبدا نمسح التبس عشان ما يحصلش فيه اي مشكله. وبعد كده هنيجي جايبين التيوب بتاعتنا وحاطين فيها الستاندر وهنعمل ميكس كويس جدا. وبعد كده هنيجي مدخلينها على الجهاز بتاعنا. هو هنا بيقول لنا الكاليبريشن والستاندر، وبعد كده هنشوف الفاكتور هيطلع عندنا ازاي. كده طلع الفاكتور عندنا 27.9. هنعمل له اكسبت. تمام. هيقول لك دخل السامبل بتاعتك، فهنبدا ناخد الكنترول وندخله. هنا اخدنا 100 من الكنترول عندنا. تمام اهو. بعد كده حطيناها في الوركينج سوليوشن كانها عينه بالظبط، عملنا الميكس بتاعنا. بعد كده هندخلها على الجهاز عندنا ونخليه ياخد القراءه بتاعته. النتيجة طلعت معانا بتاع الكنترول الهاي 4 و6. تمام. يلا نبص في الورقة بتاعتنا ونشوف هي قريبة من التارجت ولا لو ولا هاي. هنا الكرياتينين عندنا اهو، التارجت بتاعك نص، اللو 4، الهاي 6، فاحنا طالعين 4.5 يعني قريبين من التارجت، فالشغل بتاعنا سليم 100%. وهنبدا نقيس بقى كل دوت في الايه المحاليل زي ما انتم شايفين قدامكم كده. ممكن نصور هنا. اشتغلنا كل التحاليل وهنبدا نقيس ونشوف النتائج ونراجعها مع بعض. جميل.
بعد بقى ما عملنا الكنترول على كل حاجه هنبدا نقارنه بالبامفلت اللي انا وريتها لكم دي، ونشوف النتائج بتاعتنا مظبوطه ولا مش مظبوطه. وبعد كده هنبدا ندخلها بقى ونطلع الكيرفات بتاعتنا ونشوف بقى الستاندرد ديفيجن، والقصه دي هنبقى نشرحها بعد كده. دي كانت حلقه النهارده في الكنترول وازاي نشتغل جوه المعمل. لو عجبك الحلقه ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير القناه وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم كابتن اناليسيس. باي.